علاش الاخوان كنقول لكم هادو راه ما كيتصرش لهم المغرب. شوف هذا الدراجي هذا اللي خدا واحد التصريح اللي قالوا رافائيل لوزان اللي هو رئيس جمعيه ديال كره القدم في اسبانيا، وخداه هو بجديه، وداك الشيء راه دارو هو ديال بصح. اسمع معايا اش قال. يقول الراجل هذا بلي انه النهائي ديال 2030 غادي يتلعب في اسبانيا، وكيقول هذا حفيظ الدراجي كنا نتمنى زعما صافي هو راه تاكد 100% زعما ملي قال هذاك الرئيس ديال الجمعيه صافي راه تلعب 100% في اسبانيا النهائي. قال لك السي كنا نتمنى ان هذا الفينال يتلعب في المغرب، وضامن الجزائر بلي غتمشي للفينال. قال لك كنا كنتمناو ان الجزائر وفرنسا يلعبوا الفينال في المغرب حدا الجزائر. هو ضمن راسو الجزائر وصلت للفينال. واش وصلتوا للفينال؟ حتى في كاس افريقيا عاد ضامن باللي انك غتوصلوا في كاس العالم، وحتى التصفيات ديالو، حتى التصفيات ديال كاس العالم ديالو حقاش مازال بعيد ديال 2030 مازال ما كاينينش. واش ضمنتوا بعدا راكم دزتوا بعدا لكاس العالم ديال 2030؟ المغرب راه ضامن راسو حقاش هو المنظم غادي يلعب، ولكن نتوما مازال ما ضامنينش راسكم وكتفكروا كيفكر هذا في الفينال. وكون هاني حافظ الطراجي راه ممكن و80% يقدر يحصل عليه المغرب على النهائي. واش التيرانت ديال اسبانيا احسن تيران عندهم فاض، والمغرب عيات ما تصب بشتا، عيات ما تصب، وتيران تبارك الله ما شاء الله. وقال لك المغرب غادي يبني احسن واكبر تيران في العالم هنا ل 2030. ترى بنا الحق المغرب ما باغيش يدوز ليه، وراه المغرب راه متقدم راه داير اللي درتي. اخوان نتكلم على حاجه اخرى الاخوان، اسمحوا لي على هذه الخرجه هذه. تعطيو اتساع للفخر خصوصا الناس اللي في المغرب، والاموات كثروا بهذا الفخر هذا، والناس بداو كيموتوا بالفخر عباد الله. كيدخلوا معاهم مجمر للطواليت، يدخلوا معاهم مجمر يسخنوا به ويسدوا الشراجم. راه خطير، الاكسجين ديالك راه كيمشي. عطيو اتساع للفخر. عشكون مره كنسمعوا الاموات بهذا الفخر هذا؟ لا حول ولا قوه الا بالله. ثانيا الاخوان، مدينه برشيد راه عزيزه، انا راه درت مثلا على دوك سبيطار الحماق. وتحيه لكم. واللي بغيتوا اليوتيوب راه تلقاه في اول تعليق، اللي باغي يدخل اليوتيوب يتفرج فيديو كامل. اخر الاخبار على داكشي اللي وقع في كاس افريقيا اللي اكتشفتها الكاف والفيفا. اسمعوا معايا مزيان. 17 دقيقه اللي دازت ما بين مسؤول سنغالي رفيع المستوى، ماشي اي واحد، رفيع المستوى المسؤول هذا، وما بين الطرف الفني اللي كانوا داخل ديال ممر اللاعبين. وهذا المسؤول هذا كان في المنصه الشرفيه. وعلاش هذا الامر هذا خطير؟ لانه كيحول الواقعه من الانسحاب عفوي، يعني غير هكاك نسحبوا غير هكاك ما كاينش اللي رد البال. اذا الاخوان فرق بانه يكون هذا الشيء غير انسحاب عفوي، وفرق انه يكون تم بتخطيط. وهذا الشيء اللي قال ديال الكاميرون ملي لعبوا مع المغرب. اسمعوا معايا، الكاميرون حتى هو الدليل للطيح على السنغال. المدرب ديالهم قال بلي انه الا كان غير هكا ولا هكا نسحبوا، غير جاب الله ربحنا. يعني باش يديروا بلي ان المغرب زعما راه جميع شاري الحكام، زعما شاري كلشي، زعما كانوا باغيين يطبقوا هادشي كل الجزائر اللي كدير فيه. علاش هادشي كامل؟ باش يخسروا داك العرش الكروي، يخسروا ديك التظاهره اللي شهد بها العالم بلي انها احسن تنظيم في افريقيا. العقوبات هذه اللي دابا متاكدين منها غيعطيوها لهم. اولا سحب اللقب المنتخب السنغال. ثانيا عدم اعلان بطل جديد مباشره، يعني الكاس ما يبقى ما ديال حتى شي واحد، لا ديال السنغال لا ديال المغرب، المهم يتحيد لهم. ثالثا منع السنغال من كاس العالم في امريكا، وإلا لعبت السنغال غتكون 100% منع الجماهير ديالهم.